السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا عبر قناة المراسل يوسف في جبرين. رجعت لكم طبعا بعد غيبة مدة طويلة مشان نحكي عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الإعلامي جو شو. أول إشي بلش يطلع من منصات رابعة العدوية أيام ما بقى مصر. لما طلع من مصر عمل قناة خاصة له على اليوتيوب، وبلش يعمل برنامج له لحاله. بعد فترة الناس حبته وصار عنده برنامج خاص على قناة العربي باسم جو شو. يوسف بلش شغله بانتقاد بناء، انتقاد محترم لا يخلو طبعا من خفة الدم. يوسف له 3 أشهر بينتقد الإعلام الحر، زي الإعلام الحر معتز مطر والإعلامي عبد الله الشريف ومحمد ناصر وغيرهم. يوسف له 3 حلقات قاعد بقارن الإعلام المصري بالإعلام اللي هو سماه الإعلام الموازي، مع إنه يوسف الحسين طلع من مظلة الإعلام الحر. يعني لو بقاش معتز مطر وبقاش محمد ناصر كان في شيء اسمه جو شو. عيب عليك يا جو شو انك انت تقارن الاعلام المصري اللي هو مطبل للسيسي وتقارنه بالاعلام الحر. معتز مطر عشان يحافظ على مبادئه استقال بمحطة الشرق وفتح محطة له على اليوتيوب وبلش يبث برنامجه من تركيا. لما تركيا برضه منعته يظلوا يحكي على اليوتيوب، قرر انه هو يسافر على بريطانيا ويفتح قناته على اليوتيوب من جديد ويبث له حلقاته وانتقاداته وما تراجعش عن مبادئه. اما انت يا جو تراجعت عن مبادئك. محمد ناصر اللي كل حلقه انت بتعمل له فقره وبتصير تتخوث عليه وتتمسخر عليه. محمد ناصر شيء زي شيء معتز مطر برضه الثاني فلت تركيا بعد ما ضغطوا عليه، دش تركيا وسافر على بريطانيا مشان يكمل برنامجه والكلمة الحرة تاعته. بديهم بس انت اول امتحان انحطيت فيه سقطت فيه، غيرت كل برنامجك اتغير. بس بتجيب لي هذا محمد الباز وبتجيب لي احمد موسى. انا من الناس اللي بكى يستنى الخميس للخميس عشان يحضر جو شو، ولكن انا الي حوالي شهرين، يعني 8 حلقات، شهرين يعني ثمان حلقات بحطش عليك، بحضرلكش لانك انت اتغيرت كثير. انت بلشت بس تنتقد الاعلام الحر اللي انت طلعت منه. انت هذول الناس هم اللي طلعوك. هذول الناس لولاهم انت ما طلعتش. احمد موسى وعمرو اديب بيشتغل على الزر، وانت للاسف الشديد يا جو صرت تشتغل على الزر زيك زي غيرك. اول ما قطر اصطلحت مع مصر اعطوك زر انك انت اوعك تجيب السيسي او تحكي عنه كلمه واحده، وفعلا الك 4 اشهر، اسف الك 4 حلقات بتجيبش ست السيسي ولا بحلقه، بس بتنقد عمرو اديب ولبس الحديدي واحمد موسى، وبرضه بتنتقد اعلامك الحر زي معتز مطر، محمد ناصر زويع والشريف عبد الله الشريف. جو شو اخر شيء بحب اقول لك اياه، يا ريت لو انك ترجع زي قبل. جو شو اللي احنا بنحبه، ولا بكينا نستنى يوم الخميس بشغف عشان نستنى الساعة 9 توقيت غزة و9 بتوقيت القدس عشان نستنى حلقتك، ولكن انت خذلتنا. بدك تبيع حالك بيع، بس دشرك من معتز مطر ودشرك من محمد ناصر. لو انه معتز مطر ومحمد ناصر فعلا ما باعوش حالهم وظلوا مصر كان هسه هم مكان احسن من مكانة عمرو اديب، عشان تبقى عارف يعني، لانه معتز مطر تعليمه اقوى من تعليم عمرو اديب. بتمنى ان هذه الرساله تصل ليوسف الحسين، وان شاء الله تعالى انا حاليا بدي اقاطع برنامج جو شو لحد ما احس انه الاشي يتغير، راح ارجع له ان شاء الله تعالى. انا يا جو ان شاء الله حابب يوم الخميس القادم اشوف لك حلقه غير عن باقي الحلقات اللي احنا شفناها. يعطيكم العافيه اعزائي ومتابعيني، والى اللقاء. بتمنى ان شاء الله انه تكون يعني وصلنا هاي رساله مني ومنكم لجو. يعطيكم العافيه، تصبحوا على خير.